تعالي لما اقولك ازاي تعملي ايس كريم شوكولاته في البيت يا جماعه، من غير تكاليف ومن غير حليب مكثف ومن غير شوكولاته، وبمكونات بسيطه وكلها اغلبيتها موجوده في البيوت كلها، وهتفرحي وهتفرحي الاولاد طبعا. الفيديو ده جميل جدا جدا والنتيجه كانت هايله فوق الوصف. عجبني جدا والطعم رائع يا جماعه وغني جدا جدا، وعملت كميه بسم الله ما شاء الله ما كلفتنيش. بصوا، ربع التمن يا جماعه. يلا بينا نشوف كل حاجه على اصولها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده هنعمل ايس كريم بالشوكولاته يا جماعه. زي ما انتم شايفين معايا كزرونه وفيها كوبايتين من اللبن زي ما انتم شايفين كده قدامكم، ونص كوبايه من السكر. تمام زي ما انتم شايفين كده. 3 معالق كاكاو يا جماعه، يكون كاكاو غير محلى، كاكاو اسباني غير محلى، اللون اللي هو اللون الغامق. تمام. هرفعهم على النار لمده 10 دقائق. تمام. عايزه اقول لك لو القوام بتاعه طلع خفيف، ممكن تضيفي له معلقه نشا على البارد في شويه لبن وتدوبيهم. تمام زي انا ما عملت كده. القوام بتاعه طلع خفيف، زودت هنا بعد ما اضافيت عليه، زودت معلقه نشا في شويه لبن ودوبتهم مع بعض كده، وحطيتهم عليه بقى القوام بالشكل ده. تمام. ولسه القوام لما يتقل، لما يبرد ده بقى حليب مكثف يا جماعه، ده بقى الحليب المكثف بتاعي لما يبرد، وبعد كده هيتقل شويه. طبعا كوبايه من الكريم شانتيه زيها كوبايه من الميه المتلجه زي ما انتم شايفين كده بنات. ولو حابه تضيفي سكر تمام، مفيش مشكله. لو الكريم شانتيه بتاعك معلوش سكر ممكن تضيفي سكر. تمام. لو عليه خلاص ملوش لازمه، لانه بيبقى غني طبعا الطعم. تمام. هضربه لحد القوام ما يتقل معايا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وبعد كده اللبن المكثف او الشوكولاته بتاعتي هتكون بردت، هضيفهم عليه. هضيف الشوكولاته على الكريم شانتيه، بس اهم حاجه تكون بردت معاه. تمام زي ما انتم شايفين كده امارات. وبعد كده هضربهم شويه كمان، وبعد كده هسيبه في التلاجة لمده 6 ساعات. تمام. عايزه اقول لكم ان انا الولاد عندي ما صبروش لحد 6 ساعات، عايزين الايس كريم، عايزين، ومبسوطين جدا جدا من الايس كريم ومبسوطين من الشكل. عايزه اقول لكم ان انا ضفت اللبن المكثف او الشوكولاته اللي عاملاها كلها لحد ما بقى باللون الغامق اللي انتوا شايفينه ده. وتسيبيه بقى في الفريزر بتاعك لمده 6 ساعات، او يفضل انت تسيبيه ليله كامله يتقل معاك، ويبقى القوام بتاعه حلو قوي قوي ماسك نفسه. تمام. هنا بعد ما حطيته في التلاجة يا جماعه اقل من 6 ساعات، لان الولاد ما كانوش صابرين. والطعم، عايزه اقول لكم ان الطعم حلو قوي قوي قوي، ولا لبن مكثف ولا ضفت عليه شوكولاته ولا اي حاجه. وكان عندي شويه من صوص شوكولاته كده، عملتهم في البيت وزينت الشكل، كان هايل يا جماعه، والنتيجه كانت خطيره فوق الوصف. ايه رايكم بقى في الشكل؟ عايزه اقول لكم ان الفيديو ده من احب الفيديوهات الى قلبي. وعايزه اقول لكم كمان ان انا كنت شايفه فرحه في عيون الولاد وهم بياكلوا الايس كريم ده، مش عايزه اقول لكم الوصف والشكل كان حلو جدا جدا، والطعم غني قوي قوي قوي. يلا باي باي، اشوفكم في فيديو جديد.